السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هعمل وصفة كوردون بلو، بس وصفة كده مختلفة شوية، مش مقلية. يعني عايزين حاجة ناكل حاجة كده مش مقلي بقى في الصيف، وتنفعنا قوي قوي في العزومات. انا بقى دايما بحب اجيب الصدور كاملة واعمل فيها بقى انا اي حاجة انا عايزاها. فانا الصدر كامل، هو عبارة عن فصين. اخدت الفص الاولاني، فتحته خالص كده ودقيته، وعملت في الفص التاني نفس الكلام. هنحدقه بالملح وفلفل وجنزبيل بصل باودر وتوم باودر. هنعمل على الكلام ده على الناحيتين. لو عندي قطع مقطعة، أنا أهم حاجة الجزء اللي في النص يبقى سليم، ميبقاش فيه أي تقطيع. بجيب طبق كده غويط، اللي هي طبق اللي احنا بنشرب فيها الشوربة. احط ورقة استرتش فيها، وبعد كده احط قطعة الفراخ معايا. طبعا لو انا عايزة اعمله اصغر من كده، حجم اصغر، هنستخدم بولات اصغر. وبعدين الصدر هنقسمه نصين على حسب حجم الصدر، ونستخدم كل صدر لوحده، جزء لوحده. بحط شيدر، اللي هي بتحط على الجبنة، الشيدر الصفرا بتحط على البرجر. وده تركي مدخن، بس انا قطعته كده شويه عشان كان هو حجمه كبير. وبعد كده شيدر عادي جدا، يعني اي نوع جبنه عندك حطيها. هحاول بقدر الامكان بقى هلم كل الكلام ده، بحيث ميبقاش فيه فتحه، عشان ما يطلعش منها الجبنه. بعد كده هلفها بستريتش كويس قوي، واحطها في الفريزر لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع، لغاية ما تتماسك معايا. مش تتجمد من جوه، لا، مجرد انها تتماسك معايا كده، تتجمد من بره ومن جوه يكون لسه ايه، لسه ما اتجمدتش يعني. وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. هنجيب طاسة على النار، نحط فيها شوية زيت. هنحط قطعة الفراخ، شايفين تماسكت خالص معايا ازاي. هحمرها على الناحيتين تحميرة كده حلوة. وبعد كده هحط قطعة زبدة. طب انا حطيتش زبدة الاول لان الزبدة بتحرق لي الفراخ من غير ما تديني التحميرة الحلوة. فص توم، وننجيها بروزماري، ممكن تنجيها بعيدان الزعتر. بعد كده هناخد القطعة دي، هي طبعا لسه كده ما استوتش، هناخدها ونحطها مع القطعة بتاعتها التانية، ونحطها في الفرن. الفرن يكون حامي، مسخن قبلها ب10 دقايق على درجة 180 درجة. ما تقلقيش، هي تستوي من غير ما تحطي مية ولا تغطيها، بس أهم حاجة يبقى 180 170، ماكسيموم 180. هي أخدت معايا حوالي نص ساعة. بعد كده في نفس الطاسة هنحط شوية زيت وحتة زبدة. هننزل بصلة صغيرة هنشوحها كده، نزود لها الملح والفلفل عشان تساعدها انها تتشوح او تدبل من غير ما تحمر. كمية مشروم كده حلوة. المشروم كان كتير على الطاسة، فانا اضطريت انقلها في طاسة تاني. اتشوحت المشروم على نار عالية. بعد كده احط بقى كريمة، احط قشطة، احط يعني ايه، طبعا مش القشطة البلدي، واخففها بشويه حليب. حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود. وخلي بالنا ما تبقاش القوام تقيل، لان انا لسه هحط الفراخ بعد ما طلعتها. واتاكدت انها استوت، غرست فيها كده خله من النص، طلع ميه نظيفه جدا، يبقى ده معناه انها استوت 100%. احطها كده واخليها كده 5 دقايق على النار، تاخد وتدي مع الصوص دوت، واقدمها. بصوا، وصفة حلوة قوي يا جماعة، وهتشوفوا قد ايه الفراخ جوسي جدا من جوه. فحاجة كده منتهى الجمال، تقدري تعمليها في العزومات كمان، تبقى حلوة قوي. جربي الوصفة دي، ولو عجبتك ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك اي جديد. اقول لكم بالهنا والشفا، والسلام عليكم.